السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناتي شيماء أبو المجد. فيديو النهاردة حلو جدا، هنعمل مع بعض أكلة جميلة الشعب المصري كله تقريبا بيحبها. هنعمل مع بعض حمام محشي وفراخ بلدي محشية. عايزة أقول لكم طعمهم وريحتهم كانت بجد في منتهى الجمال. لو جربتهم بالطريقة دي هتدمنوها وهتعملوها على طول. طعمها حلو ولذيذة جدا وسهلة وبسيطة. اول حاجه مع بعض نبدا ان احنا نجيب الفراخ طبعا او الحمام وهنغسلهم وننضفهم كويس جدا. هنبدا بقى ان احنا نفصل الجلد عن اللحم، احنا بنقول عليها بنصفقهم. تمام. ببدا كده بالراحه بصباعي كده عشان ما اقطعش الجلد طبعا، وان انا افصل بين الجلد واللحم. تمام. لو انتوا مش عايزين تحشوا بين الجلد واللحم مفيش مشكله خالص، سيبوهم زي ما هما كده. تمام. بس احنا بنحب نحشي بينهم ويبقى شكلها شيك كمان وبيبقى حلوه جدا ويبقى الرز جواها بيبقى طعمه حلو قوي. تمام. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بكل سهوله كده هتفصلي بينهم. تمام. دي ديوك بلدي. ممكن تجيبي فراخ بيضة عادي اللي هي صغيرة، يعني مثلا وزنها كيلو، كيلو وربع، كيلو ونص، مش اكتر من كده، وهتستخدميها برضو بنفس الطريقة. معايا هنا بصلاية مبشورة عليها ملح وفلفل اسود، وهبدأ ان انا اجيب الفراخ هعمل فيها فتحات صغيرة كده بس عند اللحم مش عند الجلد. تمام. ونفس الكلام في الحمام. هبدأ بقى ان انا اخد البصل ده وهبدأ ان انا احطه بين الجلد واللحم وجوه الفرخة وجوه الحمامة وبره كمان على الجلد، اشرب كل الفرخه بيها. عايزه اقول لكم الخطوه دي مهمه جدا، بتطعم الحمام والفراخ قوي وبيبقى طعمها لذيذ جدا. اوعي تستغني عنها، هي خطوه سهله وبسيطه بس بجد بتفرق جدا في الطعم. تمام. خلاص بقى نسيبهم على ما نجهز الحشوه. معايا هنا معلقه كده او معلقتين كبار من السمنه البلدي، هحط عليهم كمان شويه من الزيت، ومعايا الكبد والقوانص قطعتها. القوانص بقطعها قطع صغيره وهبدا ان انا انزل بيها الاول. تمام بالشكل ده. طبعا القوانص بعد ما قطعتها عصرت عليها ليمون. هبدا ان انا اشوح فيها كويس جدا، وبعد ما تتشوح معانا وتغير لونها هنزل عليها بحوالي ربع كوبايه من الميه المغليه واسيبها لحد ما تتشرب كل الميه دي عشان تكون استوت معانا نص سوا. بعد كده هاخد القوانص كده احطها في جنب وانزل بالكبد عشان نديها صدمه والنار تكون عاليه، وابدا ان انا اشوح فيها الكبد متقطعه كبيره شويه عن القوانص عشان تستحمل معانا السوا. بعد ما اشوح فيهم بقى هنزل بالبهارات والتوابل اللي معايا، ملح وفلفل اسود وكمون وشويه من الشطه، بس كتري في الفلفل الاسود، وشويه من الكزبره وشويه من الثوم والبصل البودر والسبع بهارات وال11 بهار لو مش عندك مفيش مشكله، ورشه من الجنزبيل البودر. هقلبهم مع بعض كويس جدا، وبعد كده هاخد الكبد والقوانص دي اشيلها كده في طبق على جنب، وفي نفس الطاسه هزود بقى حته كمان كده من السمنه البلدي. تمام. وهنزل عليها ببصله متوسطه متقطعه مكعبات واشوح فيها على ما تتشوح بقى على نار هاديه كده. معايا هنا الرز، لكل حمامه معلقتين كبار من الرز، والفرخه من 4 ل5 معالق. انا مكتره الرز عشان بحب اسويه يتاكل كده بيبقى طعمه حلو قوي. تمام. هحط على الرز ملح وفلفل اسود ومعلقه كبيره كده من السمنه البلدي وادعكهم مع بعض كويس جدا. الخطوه دي حلوه جدا وهتفرق في طعم الرز معاكي، وكمان هيبقى مفلفل، ما تستغنيش عنها، الخطوه دي مهمه جدا. تمام. هنا خلاص البصله دبلت معانا حاجه بسيطه، هنزل بقى بالرز بالشكل ده وهبدا ان انا اشوحهم مع بعض حوالي كده دقيقه. وبعد ما اشوحهم مع بعض بقى، التشويحه برضو دي مهمه جدا عشان الرز معاكي يبقى مفلفل ما يعجنش. هنزل عليه بقى بالكبد والقوانص واشوح فيهم شويه كده حوالي برضو دقيقتين 3. تمام. هتلاقي لون الرز بقى لونه بني كده واللون جميل، وعايزه اقول لكم مفلفل وحلو قوي. بعد كده هنزل عليه برضو بشويه كده من الفلفل الاسود، لان الفلفل الاسود حلو جدا في الحشو. تمام. وبعد كده هنزل برضو بحوالي ربع كوبايه من الميه مش اكتر من كده، واديهم تقليبه واسيبها لحد ما تتشرب كل الميه دي. وده شكل الخلطه، شايفين مفلفله وحلوه ازاي؟ احنا مش عايزينها تعجن يا جماعه. هسيبها لحد ما تبرد وبعد كده ياخد شويه في الطبق، وهبدا ان انا احشي الحمام. هحشي الحمام ما اكبسوش قوي، يعني احط شويه صغيرين. تمام. ما احشوش قوي عشان لسه طبعا بيزيد. واللي بين اللحم وبين الجلد ما بحطش فيه كبد وقوانص، بيبقى رز بس. وابدا بقى ان انا اكتف الحمامه بالشكل ده وهحشي من عند الزور. طبعا ممكن تكوني شايله الرقبه وممكن تكوني سايباها مفيش مشكله. تمام. بالشكل ده وكل سهوله زي ما انتم شايفين. بعد كده هرجع الاجنحه بتاعتها بقى كده ورا، وخلاص كده الحمامه بتاعتنا اتحشت. هعمل نفس الكلام برضو في الفرخه، بس عادي في الفرخه بين اللحم وبين الجلد بحط الكبد والقوانص عادي مفيش مشكله. مفيش اسهل ولا اجمل من كده. طبعا احنا بناخد رز على جنب ليه؟ عشان خاطر طبعا ما نزفرش باقي كميه الرز اللي معانا. تمام بالشكل ده. تكتفيها برضو بنفس الطريقه. عايزه تحشي بقى من عند الزور احشي، مش عايزه مفيش مشكله. هنا بقى قفلتها بخله، قفلت الزور كده لميته بخله، وابدا بقى ان انا احطها في الميه بتاعه السليق.
دي ميه حطيت عليها بصلايه، حطيت نص ليمونه وحطيت القشره، ورق لوري وحبهان وكبابه صيني وعود من القرفه، وحطيت ملح وفلفل اسود. بس كده، مش اكتر من كده في الشوربه. هبدا ان انا احطهم على ظهرهم واسيبهم لحد ما يستووا معانا. هياخدوا معانا حوالي من ساعه لربع ساعه. هتختبري السوا بتاعهم من الجناح كده، تضغطي عليه تشوفي استوى ولا لا. بعد كده بقى معايا علبه من الزبادي. هبدا ان انا ادهن الفراخ والحمام بتاعي كويس جدا، ممكن بلبن وممكن كمان بصلصه، اي حاجه انت حباها، بس الزبادي بيديها لون حلو قوي. تمام. هنا الفراخ انا كنت هدخلها الفرن تتحمر جوه في الفرن، والحمام هحمره في سمنه بلدي على النار. تمام. بعد كده بقى حمرت الحمام وطلعت الفراخ من الفرن، اديتها برضو تحميره في السمنه البلدي مره كمان، وبس كده وطلعتهم. ممكن بقى ترش عليهم بعد التحمير شويه من الملح والفلفل الاسود كده، هيديهم تيست حلو جدا وهيعلوا التيست معاكي. ممكن كمان تسيبهم كده مفيش مشكله. شايفين هم جمال ازاي ما شاء الله، شايفين اللون حلو ازاي، وعايزه اقول لكم الطعم بجد في منتهى الجمال. جربوا الطريقه دي ان شاء الله هتعجبكم جدا، وانا متاكده. اهم حاجه بس التزموا بكل التريكات اللي انا قلت لكم عليها. لو الفيديو ده عجبكم ما تنسوش بقى تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.